اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الجبنه البيتي الفلاحي الطازه اللي بخيرها. مش هاخد منها قشطتها ولا هنزع منها دسمها ولا اي حاجه، هتبقى بخيرها كده. اول حاجه كده بدايه انا جبت اللبن من عند الراجل بتاع اللبان يعني. ما غليتوش وما دخلتوش تلاجة ولا اي حاجه، جبته من عنده كده فضيته في قلب الحله على طول. تمام كده، هسيبه على النار لعند ما يدفى معايا، انا حالا بشوفه دفي ولا ايه. هسيبه بقى لعند ما يدفى كده. التلاتة كيلو لبن هتحط لهم 3 معالق كبار ملح. كل كيلو له معلقة واحدة من الملح. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام. 3 معالق كبار من الملح، وهبتدي ان انا اقلبهم وادوبهم كده في اللبن بتاعي. ومعايا كمان المنفحة دي هتجيبيها من عند راجل برضو بتاع اللبن. هتقولي له عاوزة منفحة اللي هي في البرطمان دي، مش عارفة لونها باين بقى ولا ايه. برضو ال3 كيلو هيحط لهم 1.5 معلقة من المنفحة. تمام كده. حسيت ان في شوية زيادة عن النص معلقة التاني، رميتهم ما حطيتهمش تاني في البرطمان، لان المعلقة بتاعتي كانت في قلب اللبن. ف1.5 معلقة بس من المنفحة، عليهم 3 معالق كبار من الملح، وهتبتدي ان انت تقلبيهم كده بطريقة بسيطة زي ما شفتي معايا. وهتسيبي بقى اللبن هتغطيه وفوطة كده عماعات تغطي بيها وتحطيه في مكان دافي. انا عملت الخطوة دي معاكم الصبح على الساعة 8 تقريبا كده. كنت بصفيه بقى من المية بتاعته. كنت عاملاه تقريبا الظهر كده في حدود الساعة 11 ونص 12. على الساعة 8 بالليل كنت بصفيه. كان ختم بقى في قلب الحلة معايا خالص. هبتدي ان انا اجهز المصفى بتاعتي وفيها شاشة، وتحت المصفى دي حلة بحيث ان الشرشة اللي هتنزل من اللبن او من الجبنة تبقى في قلب الحلة اللي تحت دي. تمام. اللبن بوريهولك معايا بالمعلقة اهوت، ما شاء الله خاتم في قلب الحلة كده. تمام. هبتدي ان انا اعمله كده زي علامة زائد كده، بحيث ان انت تسهلي نزوله معاكي في قلب المصفى. الطريقة دي انا واخداها من حماتي ربنا يبارك فيها، بقالها سنين طبعا وهي بتعمل الجبنة بالشكل ده، وعلمتني عليها بصراحة. ومن يوم ما اتعلمت منها الطريقة دي وانا بعملها وبتطلع ما شاء الله معايا ناجحة جدا، وطريقة سهلة وبسيطة ما فيش فيها يعني اي افتكاسات ولا اي حاجة غريبة. وهتبقي بقى وفرتي حاجة في ظل الغلا اللي احنا فيه ده. اي حاجة بقى توفر معاكي اعمليها. آه، هبتدي بقى ان انا الم الشاشة معايا بالشكل ده. بصراحة الدنيا بقت غالية قوي والاسعار بقت مولعة نار حاجة كده. ربنا يرحمنا برحمته ويرزقنا يا رب، اللهم امين. هبتدي ان انا الم الشاشة معايا زي ما احنا شايفين كده من كل الجوانب، والفها لفة بحيث ان المية تنزل. عاوزة اقولك بقى انا وفرت قد ايه عن ما كنت هشتريها. والله مش بقطع رزق حد ولا كده، ولكن انا استفدت يعني في دي معلومة مثلا انا استفدت بيها، احب ان انا اشاركك برضو. ان انت مثلا ان وفرت لبيتك حاجة يبقى برضو ربنا يجزينا خير يعني. انا اشتريت ال3 كيلو لبن دول ب42 جنيه، الكيلو ب14 جنيه. تمام كده. طلعوا معايا اللهم بارك كيلو جبنة. يبقى كيلو الجبنة ده وقف معاكي ب42 جنيه. يبقى انت وفرتي 28 جنيه من الكيلو. الكيلو انا سألت عليه لقيته ب70 جنيه دلوقتي، كيلو الجبنة الطازة دلوقتي ب70 جنيه. تمام. يبقى انت وفرتي 70 جنيه دول، خدت منهم 42 جنيه حق ال3 كيلو لبن، اتبقى معاكي 28 جنيه. قولي الملح والمنفعة كمان ب3 جنيه، يبقى انت وفرتي 25 جنيه. يبقى بيتك أولى بيهم. صح كده؟ صح كده. تعالي بقى اما اقولك انا عملت ايه هنا. انا لميت الشاشة زي ما قلتلك كده من جميع الجوانب كده. وعملتها زي دايرة كده وحطيت عليها طبق، والطبق ده حطيت فوقه إيه الحلة اللي فيها المية دي، بحيث ان هي تبقى تقل على الجبنة كده فتنزل المية اللي فيها كلها. تمام. هسيبها بقى الوقت اللي هتاخده. بصراحة ما حسبتش وقت قد ايه. آه، هتبقى معاكي بقى بالشكل ده. نزلت كل الشرشة اللي فيها، وهتعمل معاكي قرص بالشكل ده. فضيته كده في طبق.
زي ما شفتي معايا كده اهو. هبتدي ان انا اقطعها تطلع معايا خرط كده، اللهم بارك، في منتهى الجمال. ملحها مظبوط، طعمها في منتهى الجمال، دسمها بحاله بخيره. ولا بقى شغل المصانع ولا الشركات ولا حد بقى يستغلني ولا اي حاجة من الكلام ده، والفورمالين والحاجات الغريبة اللي بيضيفوها ديت. لا، انت في بيتك عاملاها في منتهى النظافة، وشايفة حاجتك قدام عينك، ما شاء الله طالعة معايا في منتهى الجمال ومتماسكة وجميلة جدا، اللهم بارك. دي بقى العلبة اللي هحط فيها الجبنة بتاعتي واحفظها في التلاجة. تمام كده. يا رب تكون المعلومة سهلة وبسيطة وقادرة ان انا اوصلها لك. اللهم بارك. معانا بقى بالشكل ده، والخس البلدي بقى بتاعنا طلع، ومعانا طماطمتين كده بقى، ورغيف عيش بلدي. وعودي بقى افطري او اتعشي كده حاجة في منتهى الجمال. هوريكي بقى هتحفظيها ازاي. انا جبت العلبة بتاعتي، هبتدي ان انا افضيها بقى من الطبق كده. خلاص انا هدخلها التلاجة بتاعتي، بحيث ان انت لو سبتيها بره بتلاقيها بتسرد ميه. عايزاها بقى تسرد ميه تبقى عامله زي الكاوتشه بقى كده في الاخر. لو سردت عن كده لا، مش هتبقى حلوه. تمام كده، هي وصلت للدرجه المناسبه ليها يعني. إيه برضو الحركه دي متعلماها من حماتي. تقول لي الوش بتاع اللبن بقى ده تحسيه عامل زي القشطه كده، بتشيليه كده وتحطيه على الجبنه بحيث ان هي ما تنشفش في التلاجة، وايه تاخد بقى من برضو طعم اللي هو وش خفيف خالص كده عامل زي القشطه كده. هي بصراحة بتعملها كده، وانا اتعلمت منها كل التكات بتاعتها وبقيت بعملها زي ما هي علمتني. تمام كده. تمام كده بالشكل ده خلصت معايا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناة، واشوفكم على خير، واستودعكم الله. السلام عليكم.